السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. ازيكم احبائي احباتي اصحابي صاحباتي، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده فيديو جديد، بس قبل ما نروح نشوف الفيديو اتمنى منكم لايك واشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولما تفعلي الجرس هيطلع لك كلمه اسمها الكل، دوسي عليها عشان يوصلك مني اي فيديو جديد بنزله على قناتي ان شاء الله. وساعدني ويشرفني انضمامك لقناتي واسره رنا تشانل، وبكره احلى مع رنا في كل حاجه باذن الله. النهارده بقى الفيديو بيتكلم عن ايه؟ لو انت مثلا كده عايزه كده ايه تخستعي كده يومين من المطبخ، التلات على حسب يعني ايه رغبتك انت، ممكن تعملي ايه. ان انا بقى ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك انا عملت ايه، والحمد لله كده قعدت لي كمان 3 ايام ما ادخلش المطبخ. والحمد من ساعه يعني اخر فيديو نزلته انا ما دخلتش المطبخ يا بنات، بس اللي عملته في اليوم ده كان عمل جبار. يلا بقى نروح نشوف الفيديو وتشوفوا معايا انا عملت ايه. طبعا ده طبعا يعني الفيديو تكمله الروتين الفخيم اللي انا كنت عملته معاكم وقلت لكم هنكمله ان شاء الله. بس انا بنوه يعني بفكركم قبل اللي انا قلته لكم قبل كده، يعني ان ده هيبقى فيه جزء تاني منه. ويلا بينا على الفيديو. نبدأ بقى يا جماعة ونقول بسم الله ونصلي على رسولنا الحبيب الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا معايا عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم بقى الروتين التاني زي ما بقول لكم اهو، يعني الجزء التاني بتاع الروتين الفخيم اللي كنت عملته. عملت ايه بقى في اليوم ده يا بنات؟ بعد بقى ما خلصت غسيل ومش عارفة ايه وعملت الفراخ اللي قلت لكم عليها، ابتديت يا بنات هعمل بقى ان شاء الله. فكرت كده في فكرة ان انا طب ايه، هو انا كل يوم اكل والمطبخ مولع عليا والجو حر جدا جدا. طب قلت ايه، طب والله بقى ايه، شايفه عندي ايه في التلاجة وايه وهعمله. طبعا يا بنات كانت عندي اللحمه دي، كانت حابه جايبها لي، ما بشيلهاش في الفريزر يعني، كانت جايبها لي قبلها بيوم تقريبا. وانا كنت مبيتاها في الرف اللي هو تحت الفريزر على طول، اللي بتحطي فيه الاسماك واللحوم وكده لما بتطلعها من الفريزر، او لسه جايباها وعايزاها تتجمد سيكه. فانا حطيتهم في الرف ده، فقلت طب والله لا مطلعاهم وايه ومجهزه كل حاجه مثلا بتاع بكره بتاع بعد بكره وهكذا. لقيت بقى الكفتايه اللي عندي دي، اللحمه المفرومه دي، رحت مطلعها اعملها كفته كده بالبصل زي ما شفتوا معايا. حطيت كده فصين توم وقرن فلفل كده في الكبه وبصلتين حلوين، ورحت فرماهم ورحت هم بصوا حطاهم على اللحمه. ده كان نص كيلو لحمه معايا. وحاطه بقى التوابل بتاعتي كلها اللي بحطها: كزبره ناشفه، فلفل، ملح، كمون، اللي هي الخلطه بصوا بتاعت الكفته اللي هي الكيسه دي بتاعت ماجي. ملح، شويه 7 بهارات، شويه جوز الطيب، يعني زي ما انتوا عارفين الطلبات اللي بحطها عليها كلها بتاعت التوابل. بس كده. وطبعا نعمت البصله قوي عشان ما تبانش فيها. وهعمل ايه؟ رحت بقى جايبه كيس مكرونه معايا اهو، ان شاء الله يعني. وهعملها ايه؟ مكرونه محمره. حلو. ما عملتهاش ليه بقى بقوطه؟ قلت المكرونه المحمره ممكن تقعد في التلاجة يوم كامل مثلا او يومين، انما البقوطه في عز الحر ده ممكن تبوظ مني. فانا قلت لا، يبقى الاصح ليكي لو هتعملي مكرونه وتشيليها في التلاجة يبقى اعمليها محمره. ورحت بقى زي ما انتم شايفين فرشت زي ما شفتوا معايا الحله كده ايه، صف كده بصل حلقات، وطماطم برده طرنشات كده. ورحت مصبعه الكفته وحطها على الوش يا بنات، وفي التلاجة عدل. ورحت عامله المكرونه المحمره عادي على طول، بس طبعا قطعت المقطع ده لان طبعا الفيديو حجمه كبير قوي. بعد كده بقى رحت عامله ايه يا بنات؟ لقيت الحله اللي عندي شكلها كده مش ظريف زي ما شفتوا معايا. بصوا بصوا المنظر الجميل. مسكتهم كده بصوا فرمتهم، قلت يلا بقى ما بدهاش، لازم كده يلمعوا تاني عشان ابدا بيهم الاسبوع بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. رحت بقى عامله ايه؟ لقيت بقى كانت عندي كده ليا في الفريزر بقى، ما انا طلعت بقى هو يوم بقى يلا ادي. فرحت مطلعاها بقى بصوا مقطعاها مكعبات زي ما انتم شايفين اهو، حاجات صغننه كده. وانا رحت غيرت هدومي الاول ورجعت. طبعا بعد غسيل المواعين اتغرقت بصراحه، فرحت مغيره ورجعت عشان اعمل بنظافه. بصوا بقى حتى كنت نظفت المطبخ والبوتاجاز بقى فله وكل حاجه بقت تمام التمام. فقلت بقى هعملها على نظافه كده زي ما شفت، قطعتها معايا. بصوا بقى ابتدت تسيح ازاي. هعمل ايه بقى الخطوه الثانيه؟ هجيب ازازه زيت. بصوا الجمال بقى. حطيت ازازه زيت. طبعا ليه؟ انا عايزه اعمل لي برطمان، يعني اللي هو السمنه، اللي هو الدهن السايح، اللي هو اللي هي السايحه. فانا كنت قايله لكم قبل كده في فيديو قبل كده ان انا كنت عايزه اعملها، والحمد لله جبتها اهي. قلت خلاص بقى قررت في اليوم ده ان انا هعمل حاجات كتير اجهزها واحطها في التلاجة عندي. او خلاص بقى حطيت ازازه الزيت وهسيبها بقى تغلي كده مع نفسيتها. بصوا بقى يعني بصوا هتقعد بقى ترغي كده اكنك بتسيحي سمنه بلدي. اول ما هتلاقي الدهن ده معاكي كش كده وخس خالص حجمه وابتدى يحمر كده كانك بتحمري بطاطس محمره، يبقى انت كده معاكي الدهن ايه تمام.
فانا طبعا على ما اوصل للمرحله دي قلت طبعا استغل الوقت، استغل الموقف، انا انتهازيه عشان اريح نفسي كام يوم. طبعا كنت طلعت بقى حاجات من الفريزر اللي هي وكده، لقيت فيه لحمه ورحت مطلعه برده كيلو لحمه زي ما انتم شايفين اهو، كان فك معايا خالص. وطبعا على ما خلصت المطبخ والغسيل وكده كان طبعا كل ده فك معايا. طبعا هبتدي بقى اشوحها كده تشويحه حلوه، غسلتها غسله جميله وقطعتها، كانت كتل يعني، كانت حته كامله. وحطيت بقى التوابل بتاعتي، فلفل، ملح، كمون، شويه قرفه، شويه جنزبيل، شويه كزبره ناشفه، شويه زعتر، شويه روزماري، حبهان، ورق لوري، هو زي ما انتم شايفين معايا. وطبعا يعني بصوا يعني خدمتها زي ما بيقولوا. حطيت بقى بصلتين اهو جمال صغننين كده قطعتهم، وقرن فلفل رومي وقطايه زي ما انتم شايفين اهو. هشوحها بقى تشويحه محترمه كده، عنب بعنب. وحطيت 3 فصوص توم. بصوا بقى النوتيه دي، حطيت كمان 4 فصوص توم في الدهن اللي انا بسيحها يا بنات. يا سلام بقى، مش هتشمي اي ريحه زفاره تماما بشويه التوم اللي حطيتهم دول. حاجه كده عنب، هتدعي لي عليها ان شاء الله. بس كده هبتدي اشوحها بقى اهو. رحت حاطه كده ميه، الكنكه اللي بسخن فيها الميه دي سخنت يعني، حطيتها مرتين للحمه. ابص كل شويه ببص على، بصوا ابتدى بقى حجمها يضعف ازاي وتحمر وتطلع على الوش اهو. في الوقت ده بقى رحت حاطه كده يعني زي 3-4 معالق سمنه كده، اللي هي البيضه، اللي هي السمنه الفلاحي اللي احنا بنجيبها، اللي هي بتجيلنا من البلد، اللي هي السمنه البيضه دي. بس فالزبده يعني، سوري، الزبده البيضه. فرحت حاطه كده منها كتله كده كبيره، يجي 4-5 معالق كبار يعني، لوكشه كده محترمه. ورحت حطاها بقى معاهم عشان تديني طعم ونكهه جميله كانها سمنه بلدي. بص مش قادره اقول لكم كان طعمها عامل ازاي. بعد ما تكملوا معايا الفيديو ان شاء الله هقول لكم طبعا استخدمتها في ايه. بس كده رحت حطيت عليها كمان شويه ملح للليه برضو كمان عشان الريحه وكده، وتحافظ لي عليه اكبر وقت. اهو يا بنات شلته بقى وصفيته ورحت حاطاه في البرطمان الفاضي اللي عندي ده، كان مكان رز بسمتي. بصوا الجمال. وهبتدي بقى اشيله في الفريزر اول ما برد معايا خالص. سوري، هشيله في التلاجة. حلو، قولوا حلو. بس كده يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. يلا المقطع راح فين؟ جاي حالا. بس كده جينا بقى عند المقطع الجامد جدا. عملت ايه بقى؟ قلت يلا ما بدهاش بقى، نزلت يا بنات جبت كرنب وجبت بتنجان وجبت خضره وجبت بصل وجبت قوطه وجبت فلفل وجبت خيار وحاجات للبيت برضو. طبعا انا بكلمكم ان الحاجات دي كنت عاملاها بدري يعني، كنت من بدري وانا واقفه في المطبخ. فلما قلت بقى خلاص كده، قلت خلاص الوقت جه بقى والناس جم، السوق فتح والناس جت وكده، بتوع الخضار جم. قلت بقى انزل اجيب الحاجات دي واحطها في البيت. في اليوم ده بقى انا عملت لهم فعلا محشي. المحشي عايزه اقول لكم ان احنا بقالنا يومين بناكل فيه. حلو الكلام، حلو الكلام. فقلت يلا بقى خلاص، انا ما بديهاش، لازم اعمل محشي بقى لي فتره كبيره جدا وماما عايزاه طلبته. فقلت خلاص هعمله لهم. جبت بقى بتنجان وخضره، وزي ما انتم شايفين بتنجان والله يا بنات جبت 2 كيلو ب 10 جنيه، والبصل الكيلو ونص ب 10 جنيه، والقوطه الكيلو ونص برده ب 10 جنيه، واللي جبت كرنبتين صغيرين جدا ب 15 جنيه. بصوا حتى انا بوريكم صغير ازاي دي، والتانيه اكبر سيكه منها اللي هي ماما بتقطع فيها دي. يعني برضو الحاجه كانت مش عارفه غليت مره واحده كده، كانوا جت الاسعار كانت حلوه وجميله، ولقينا مره واحده الاسعار غليت تاني. فيلا الحمد لله. فطبعا زي ما انتم شايفين بقى قلنا خلاص، قلت بقى معلش يا جماعه. نعم ايه يا موكي؟ مش عارفه اسجل يا موكي. ايه يا روحي؟ مام كلي مام اهو، ماما اهو، خدي قلبي، خدي قلبه يا لوحي، كلي مام. سوري يا جماعه بس معلش، اصل مالك بنت هدى سايبها لي فعامله لي قلق. قاعده على حجري وانا بسجل. بس فخلاص بقى كده زي ما شفتوا نضفنا بقى الخضره، وعملت بصوا قشرت البصل اللي هستخدمه، وماما هي بقى بتقور البتنجان وانا برضو قورت معاها، اللهم صل على سيدنا النبي. والفلفل بقى بصوا يا بنات بعمله ازاي، بقوره كده بالمقوره عادي عشان اطلع كل البذر اللي بيبقى جوه. ممكن تغسليه بالميه عادي بس ده يبقى اسهل لك، وانتي بتقوري كده بسرعه هيتشال معاكي البذر. حتى لو وانتي بتغسليه لو ما عرفتيش تشيلي البذر بتاعه من جوه كده، وبيبقى ماسك في بعضه يعني، بيبقى ماسك في الحاجات البيضاء اللي جوه الفلفل. فالمقوار بصراحه بيطلعه لك بسرعه، مش بيقطع لك الفلفل. فدي برده نتايه رنا. بس بقى فدلوقتي ماما بقى هسيبها تكمل كل الليله دي، وهبتدي بقى ندخل ان شاء الله علشان هسلق الكرنب وكده. وطبعا ماما كانت عايزه تتسلى بصراحه في اي حاجه، فقلت لها خلاص بقى اقعدي انت كملي. فبصوا بقى غسلت الخضره نقعتها في شويه ميه بس على ما اكمل سليق الكرنب. حلو برده حلو.
اهو. كنت انا بقى عامله يا بنات القوطه، وكنت اصلا كانت عندي قوطه في الفريزر، فطبعا استغليت الموقف جدا برضو، قلت انا عندي القوطه تمام التمام. فكمان جبت، بصوا بقى الدبابيس دي كمان مش لليوم ده، كانت لليوم التاني. انا عايزه اقول لكم انا عملت الاكل ده قضاني 4 ايام يا بنات. يعني ما شاء الله. اليوم للدبابي، سوري، يوم للحمه والمكرونه، ويومين للمحشي. فان شاء الله بقى الفيديو الجاي باذن الله هيبقى حاجه جديده باذن الله. الدبابيس دي بنات بقى زي ما قلت لكم، جبتها وعملتها كده، حطيتها كده، نقعتها في الجنزبيل والملح والليمون وكده، وهشيلها في التلاجة. ان شاء الله هعملها معاكم، بس ايه مرة تانية باذن الله. يعني جبت حاجات هتكفيني، مش هنزل للسوق كتير، ومش هنزل تاني لمدة كبيرة. طبعا الفيديو ده يعني من كام يوم، عشان قلت لكم ان بقاله كتير يعني انا عملته، وقلت بقى هو ده هيكفيني 3 4 ايام. وبلس كمان معلش يا بنات ان انا طبعا شايفين الصوره بتتكلم، فهحكي لكم يعني على حاجه. طبعا انا عندي النت مفيش هنا في البيت، فطبعا شغاله على الباقه، فطبعا يعني دمار شامل وكامل. فقلت فمعلش اعذري ان انا مثلا بنزل فيديو يوم بعد يومين ولا حاجه، علشان الباقه بصراحه لسه ما دخلتش النت هنا في البيت. بس ان شاء الله اول ما يدخل لي ان شاء الله هنزل لكم اول باول باذن الله. وطبعا الفيديو ده هيفيد الست الشغاله جدا، يعني الفيديو ده برضو هدفي هيفيد الست العامله جدا، اللي هي بتشتغل ممكن تعمل اكل 3 4 ايام وتسيبه في الايه في التلاجة، تيجي تسخن وتاكل لاولادها في الميكرويف او هكذا، او لو ما عندهاش ميكرويف في الفرن او على حله بخار ميه، هتقضي غرضها وهياكلوا ويشبعوا يبقى زي الفل. بس كده زي ما شفتوا بقى معايا كل اللي حصل ده، سلقت الكرنب وكده، ودلوقتي بقى بعمل الخلطه، حطيت البصل ومرقتين دجاج، وطبعا كنت انا مقطعه مع البصل بقى قرن فلفل حراق وشويه توم. في ناس ما بتحطش على المحشي توم يا بنات، بس انا يعني بصراحه يعني خدي نوتاتي، التوم بيطعم المحشي جدا. بس وبيديله نفس حلو قوي. خلاص بقى حطيت الرز، غسلته وحطيت الرز. طبعا التوابل بتاعتي كلها اللي بحطها معاكم: فلفل اسود، ملح، كمون، بابريكا، قرفه، شويه جنزبيل، 7 بهارات، اللهم صل على سيدنا النبي، شويه كزبره ناشفين. حلو برضو حلو. اهو بقى خلاص. ساعتها بقى حطيت الطماطم والخضره وكده برضو، عشان ايه ما اطولش الفيديو اكتر من كده. بس كده. فطبعا جبت بقى المنظر اللي انتوا شايفينه ده، جهزت الحله اللي هنحشي فيها البتنجان والوادي الكرنب اهو. طبعا الكرنب يا بنات زي ما قلت لكم نبتدي فيها، في ان انت لما تقطعيه تعصريه، لازم تعصري الكرنب عشان الميه بتاعته دي هي اللي بتعمل الانتفاخ يا بنات. يعني لما تصفي ميته خالص مش هيبقى فيه الميه، حتى بعد كده مش هيبقى له ريحه، مش هيعمل ريحه وحشه. اهم حاجه خلي بالك من النوتيه دي. وطبعا يعني بينظف المعده وما بيطلعش ريحه وحشه، ولا القولون بيتعبك ولا اي حاجه خالص. بلس كمان ان انا عامله المحشي مش محمره بصلايه بقى ومسبكه قوي وبتاع، لا، كل حاجه خفيفه كده. فان شاء الله مش هتحسي ابدا ان انت يعني بتاكلي محشي كده دسم يعني. وزي ما شفتي انا بقطع كده وبهندم الورق بتاعي عشان كل ورقيه تبقى قد التاني. حلوه كده، حلو برده. قعدت برده احشي، هي ماما قعدت تحشي الباذنجان جنبي وانا بحشي الايه الكرنب. بصوا انا اصلا كمان سريعه يا بنات في حشو الكرنب والله. انا طبعا مسرعه المقطع علشان حجم الفيديو كده، برضو زي ما انتم عارفين. بس انا اصلا يعني سريعه في المحشي الحمد لله. بس ابصوا هنا هديت شويه. بس برضو مسرعه حاجه بسيطه. كده بقى قربت خلاص اخلص. بص انا يعني عند نص الحله وريت لكم بقى شكلها عامل ازاي. ماما قربت تخلص البتنجان اهو. وفي الوقت ده بقى حبيبه قلت لها تحطي لي ميه بتغلي في الحله كده، تغلي لي شويه ميه نص الحله كده، علشان انا هسقي يا بنات المحشي ميه. الشوربه اللي انا عملتها واللحمه هشيلها في التلاجة برضو. تمام يا بنات، حلو برضو، حلو الكلام. لان ماما قالت لي انا قرفانه من اللحمه وكده، بس انا سبتها في التلاجة علشان انا مش عايزه ادخل المطبخ واعمل اكل في عز الحر ده، لان انا عندي الشقه هنا نار، عندي تكييف بره، بس انا حاطه ستاره ما بيخليش اي هوا في المطبخ خالص. فطبعا الجو كان ولع عليا، فقلت خلاص انا هرتاح شويه من دخولي واكلي في المطبخ والبوتاجاز وكده، وهعمل اليوم اللي انتوا شفتوه معايا الجميل ده المليان ده. بصوا بقى اهو خلاص، قمر المحشي معايا، قمر اهو. زي ما قلت لكم الحله هي كده غليت، وهاخد منها بقى ايه بالمرقه كده وشويه الكمون، وهتعملوا احلى شوربه واحلى محشي هتاكلوه في حياتكم بالميه. جربوا بس النوتاتي دي، والله يا بنات الشوربه ما بتبقاش حلوه فيه خالص. انا يعني جربته بالشوربه والميه، الميه بتديله نفس رهيب وطعم حكايه، طبعا مع خدمتك انت اللي انت عاملاه في المحشي.
فجربيها وقولي لي رايك ايه. يا ملك، يا خرابي يا خرابي يا حبيبه، الحقيني يا حبيبه، انا بكلمكم يا جماعه ولقيت في مصيبه جنبي، عملت لي مصيبه، بهدلت لي الدنيا بالاكل. يا رب يا بنتي مالكيش امي تسال عنك يا بنتي، لا اله الا الله، مش عارفه اعمل ايه. معلش يا جماعه اعذروني، اعصابي انهارت لما شفت المنظر. بس كده يا بنات نكمل الفيديو بتاعنا. خدت بقى اهو شويه على قد المحشي البتنجان، ورحت هحط بقى فيهم من دلوقتي اهو المرقيه بتاعتي، وشويه الكمون، معلقه كده كمون كبيره. طبعا المعلقه اللي بحط بيها دي بنات اصلا معلقه صغيره، فانا بقول لك معلقه كمون كبيره، انا حطيت معلقه ونص منهم، بس هي بتعادل معلقه الاكل اللي انا ماسكاها دي كبيره يعني. بس وهقلبهم بقى لحد ما اتاكد ان المرقه ساحت خالص مع الميه، وريحتها كده طلعت كده. انتوا عارفين ريحه المرقه يعني ليها ريحه كده حلوه، فهسيحها خالص. او بصوا اتاكدت كمان وكمان دقت طعمها. في نوتايه هنا يا بنات، انا دلوقتي هعمل الشوربه دي للبتنجان. البتنجان لازم تحدقي الشوربه بتاعته سيكه، لان الحدق ما بيبانش في البتنجان يا بنات. بس اسمعي نوتايتي دي وجربوها يا جماعه، والله انا جربتها كتير كتير، يعني انتوا عارفين طبعا خبره في المطبخ. فانا لاحظت ان البتنجان لو انت ما حدقتيهوش شويه ما بيبقاش طعمه حلو، لازم تظبطي حدقه وحياته. فبزود له هو الملح سيكه عن عن اي محشي تاني. بس استني يا ملك، بس يا بنتي يا بنتي يا الهي يا حبيبه، معلش يا جماعه معلش. بس فحطيته بقى خلاص كده كفايته. ولو هتلاحظي بقى هنا ان انا هسيبه بقى مع نفسيته كده يغلي غلوتين، وهوطي عليه بقى ايه مع نفسه. هنا بقى لو تلاحظي هنا برضو حطيت هنا نفس المرقايه ونفس المعلقه الكبيره كمون، وبس هنا ما حطيتش ملح. ليه؟ لان هو انا دقت الحدق هنا حلو تمام جدا مع الكرنب، انا مش هحتاج له ملح خالص. وفعلا زي بالظبط ما توقعت، كان طعم المحشي حدق البتنجان ممتاز، والكرنب برده كان ممتاز الحمد لله يعني. بس فهحط بقى اهو خلاص. بصوا يا بنات بقى الفلفل ده، ده كان اللي انا مقطعاه من الفلفل اللي هحشيه، بشيله بالسكينه كده زي ما انتوا عارفين بيبقى شكل ورده كده. لو قطعتيه حته واحده من الراس عنده كده هيديكي شكل الورده دي. بغسلهم كده يا بنات وبشيل الراس منه وبروح احطهم على وش الكرنب، بيدي نفس رهيب، وبرده بيبقى شكله حلو كده على الحله زي ما شفتي معايا. اتمنى يا رب كده يكون عجبك طريقتي، وتجربيها وتقولي ايه رايك، هكون سعيده جدي. بس هغطيهم بقى برده غلوتين كده واشوفكم بقى بعد السوا. بقول لكم اهو ان انا اشوفكم بعد السوا. بس يا بنات وادي المحشي بتاعي الجميل. عايزه اقول لكم بقى احنا كلنا المحشي ده زي ما بقول لكم برده اهو، بناكل منه فيه بقالنا يومين. ان شاء الله بقى الفيديو الجاي باذن الله هنعمل هيبقى بدايه اكل جديد ان شاء الله. قمر، شايفين القمر؟ والله قمر. بألف هنا وشفا لينا واللي شاف معايا برضو. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء، باي باي.